النهاردة في الفيديو ده هنتعلم طريقة عمل المعلقة اللي شايفينها قدامكم دي. سهلة وبسيطة جدا لو انتي لسه مبتدئة، ما بتاخدش خيط كتير، يدوبك بس نص كيلو من الكوردون المحشي. ويلا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد. تعالوا نبدأ ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة عندي العصاية بتاعتي مقاسها 50 سنتي زي ما انتم شايفين بالظبط. تمام. عايزه اقول لكم ان الجداريه دي سهله جدا 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 وبسيطه. اول حاجه بقص خيط كده مقاسه متر علشان هحط فيه كور الخشب، وببدا بعمل كده بعقده البدايه، بثبته بعقده البدايه بنفس الشكل كده. ما قسمتهوش نصين، بس خليت حته صغننه كده، وبعد كده هبدا ادخل في كور الخشب. وعشان اسهل على نفسي ان انا ادخلها عملته بالسلوتيب كده من طرف الخيط علشان يبقى سهل عليا وانا بدخل الكور الخشب. عايزه اقول لكم الكور الخشب دي سعرها رخيص، مش غالي قوي. تمام، تقريبا الواحده بجنيه او حاجه كده، مش فاكره. حطيت هنا 15 او 14 واحده، بس عايزه اوسطنها بقى وسط الخشبه نفسها عشان تبقى في النص. فهبدا الاول اثبت بالشكل ده، جبتها من فوق كده ومن جوه كده اهو، شايفين بالشكل ده. وابدا اجيبها على الخيط كده، ومن ورا الخشبه هطلع بالفراغ بالشكل ده، وكده انا بثبتها. وابدا ان انا اشد بقى. شايفين الفراغ اللي هو ده؟ لا، انا هبدا بقى اشد كده الخيط بحيث ان هو يختفي خالص اهو بالشكل ده كده. تمام. وابدا بقى اوسطن الشغل معايا بالظبط في وسط الخشبه. فهبدا اقيس من هنا ومن الناحيه دي بالظبط كده، ببدا اظبطها وابدا اقيس من الناحيه دي والناحيه دي. طب انا عايزه اثبتها بقى عشان ما تتحركش معايا. يعني انا العقده دي كده هتحرك معايا. لا، تعالوا بقى بعد نثبتها ونشوف هنثبتها ازاي. هنا المقاس ده نفس المقاس الناحيه دي بالظبط. تمام. لو قسنا هنا تقيسي كده بالمزوره الجنب ده قبل ما تثبتي الخيط او قبل ما نثبت، وهنشوف هنثبتها ازاي. تبداي ان انتي توسطني كده هنا 16. هبدا برضو من الناحيه التانية لازم تبقى 16 علشان اثبت بقى العقده بتاعتي وما تتحركش. تعالوا نشوف هنثبتها ازاي. شايفين بقى الخيط اللي نازل ده القصير ده؟ بجيبه كده من فوق، شايفين؟ بجيبه كده اهو، وببدأ اطلع كده وادخله في الفراغ ده، وابدأ اشد جامد بقى. وبعد كده هلزق الخيط ده، هلزقه كده من ورا بمسدس الشمع او باي لزق انت بتستخدميه. وعملت برضو نفس الناحية بنفس الشكل كده. بصوا، استحالة تتحرك معايا، مش هتتحرك ابدا. وفي النص بالظبط. تعالوا نعمل بعد كده الجزء التاني في المعلقة. هبدأ ان انا اعمل الضفيرة. قصيت كام؟ قصيت 2 متر. كل خيط يعني هو مفرد كده 2 متر. تمام. قصيت 3 خيوط بمقاس 2 متر، وهبدأ اثبتهم على العصاية بنفس الشكل كده بعقدة البداية. تمام بالشكل ده. تقدري تستخدمي اي خيط. انا عايزه اقول لكم ان لما نيجي نقول مقاس الخيوط او مقاس هنقص على كام، لازم تبقي مستخدمه نفس الخيط بتاعي ونفس السمك. ده سمكه 3 مللي. تمام. وهبدا بعد كده اعمل الضفيره عادي جدا. بصوا بشتغل الضفيره عادي جدا. تمام. فانا كنت بقول لكم ان انتوا لازم تستخدموا، استخدمت خيط اتخن فهتطولي شويه في هتزودي شويه في القص بتاعك. لان ساعات ناس بتقولي انتي بتهدري خيط، وناس بتقولي انتي انا ما كفاش معايا. لا، الفكره ان انتي بتستخدمي خيط ممكن يكون اقل سمك او اكتر سمك. تمام. هبدا بقى هنا بقى بالشكل ده هربطها كده علشان اعمل الجنب التاني بنفس الفكرة بالضفيرة بنفس الاطوال. قصيت 2 متر، هقص منهم 3 خيوط وهبدأ اثبتهم. وعملت هنا اهو الضفيرة دي. هبدأ بقى ان انا اجمعهم ببعض بالشكل ده. الطول ده يبقى لازم نفس الطول ده. وابدأ اجيب خيط كده بالشكل ده واعمله بالشكل ده كده. شايفين؟ بعمل فراغ من تحت وابدأ الف الخيط بالشكل ده واشد شوية وانا بلف، ويبقى لازم كده يبقى منظم وتحت بعضه بالشكل ده.
تمام اهو بالشكل ده كده، واظبط كده. خلاص ظبطنا. تعالوا بقى الخيط ده هندخله في الفراغ اللي احنا عاملينه من تحت ده، هندخله كده اهو. تمام دخلناه. شايفين الخيط بقى اللي فوق ده اللي انا عاملاه اهو؟ هبدا اشد، فعملت لي عقده هنا. العقده دي هدخلها جوه او تحت الشغل، فابدا ان انا اشد من فوق بالشكل ده، وادخل العقده من جوه الخيوط اللي احنا لفيناها بالشكل ده، وابدا بقى اقص عادي الخيطين اللي نازلين. هبدا اقص الخيط ده واقص الخيط اللي تحت، وبس كده. تعالوا بقى نقيس الشغل بتاعنا. شايفين الشغل عندي حوالي 27 او 25 26 في الحدود دي. تمام اهو. في اتفضل شوية خيوط من تحت حلوين، بس ده بيدي فوليوم للمعلقة في الاخر، فسيبوه عادي جدا. تمام. تعالوا نعمل بعد كده الجزء الثالث للمعلقة، وهي العقدة الحلزونية. هقص كام العقدة الحلزونية؟ هقص 3.5 متر. طيب 3.5 متر، بس في تركاية كده انا عايزة اقول لكم عليها في اي عقدة حلزونية انت بتعمليها. المفروض ان احنا بنقسم الخيط كده وبنعلق. لا، انا مش هقسم الخيط كده في العقدة الحلزونية بالنص. لا، هعمل ايه؟ هقسم الخيط. طبعا العقدة الحلزونية عندنا خيط ثابت من جوه، هو ده اللي بنشتغل عليه، فده هبدأ اقيسه. انا عايزة اوصل لحد فين للعقدة الحلزونية؟ فانا هنا قست، شايفين؟ قست فطلع معايا حوالي مثلا 46، فانا هديها هقول ان هي 50. تمام. تمام. يبقى كده انا هقسم الخيط اللي انا قصيته 3.5 متر ده. هقسمه ازاي؟ هقسم جزء بمقاس 50 سنتي، وده الجزء اللي هيبقى ثابت في العقدة الحلزونية، وابدأ اثبت الخيط على كده. عايزه اقول لكم ان الفكره دي في العقده الحلزونيه سهله جدا وبسيطه، وكمان ما بتهدرش خيط معانا. ساعات العقده الحلزونيه بتأثر معانا لما بتقصيها، فكده مش هتأثر خالص معاكي. تمام اهو. ده الخيط القصير من جوه طبعا لان هو ده الثابت. هبدأ اثبت كده شوية، هطوله بس شويتين كده، علشان انا عايزة بعد كده برضو شوية خيط ينزلولي من العقدة الحلزونية. هعمل نفس الفكرة في الخيط التاني، ده الخيط القصير من جوه. هعمل نفس الفكرة في الخيط التاني اللي هعلقه، وبرضو القصير هيبقى من جوه بالشكل ده، وهعمل العقدة البداية. ده القصير اهو، وده اللي احنا هنشتغل عليه العقدة الحلزونية. تمام بالشكل ده كده. ويبقى كده انا ثبت المقاس اللي انا هشتغل عليه، لان هو ده الخيط اللي في النص. تمام. وابدا بقى اشتغل العقدة الحلزونية عادي جدا. بجيب الخيط كده اهو، وطبعا بشتغل من ناحية واحدة عكس العقدة المربعة، ودي اول عقدة، واشتغل بنفس الاتجاه نمبر 4 كده، وعليه الخيط من فوق كده، وبجيب من الفراغ الخيط ده وببدأ اشد. طيب في حاجة برضو عايزة اقولها لكم في العقدة الحلزونية علشان تبقى مظبوطة وما تبقاش الدوران بتاعها او العقدة الحلزونة بتاعتها تبقى منظمة. انا ببدأ اعد كام عقدة وانا شغالة، علشان لما اتني العقدة او الفها عشان تبقى حلزونية، يبقى كده انا هبدأ اشتغل العقد دي بنفس العدد. يعني هنا انا عملت 1 2 3 4 5، دي كده الخمسة. بصي بتبدأ تبقى حلزونية معايا، و6 اهو. تمام خلاص بدأت تبقى حلزونية. هبدأ الف كده، يبقى انا بعمل 6 غرز او 6 عقد بالشكل ده، وببدأ ألف الخيط عادي جدا، وهكمل بنفس الفكرة الناحية التانية، وهعمل هكمل لحد آخر الخيط اللي احنا قسناه. وهنا اهو خلصت. شايفين؟ بصوا اللي اتبقى ده اللي في النص، واتبقى حاجة بسيطة خالص اللي هي بنشتغل بيها. هبدأ اعمل الجنب التاني بنفس الفكرة ونفس الطريقة. هعملهم ونرجع نشوف هنعمل ايه. وعملتهم. تعالوا بقى نرجع نشوف هنعمل ايه. هبدأ اجمعهم كده على بعض بنفس الفكرة اللي هي عملناها فوق، بس هتبقى اقل شوية في اللف على الخيط نفسه. تمام.
وهنا بعد ما خلصت تعالوا نعمل اخر جزء في المعلقة، وهي الجزء الاخير. هبدأ اقص الخيط على 4 متر ونص، وابدأ هقص منهم 3 خيوط 4 متر ونص مفرد. تمام. وهنا اهو عملت 3 خيوط بالشكل ده، وهبدأ اعمل العقدة اللي هي المعين. تمام. بقسم الخيط كده 2، وببدأ اشتغل عادي جدا زي ما احنا واخدين العقدة اللي هي انا يعني شارحة العقدة دي بالظبط. لو حابين ان انت او انت لسه مبتدئة فيها، تقدري ان انت ترجعي لقائمة التشغيل، هتلاقي نفس العقدة دي بالتفصيل الممل. تمام بالشكل ده. عايزه اقول لكم في النص تقدري ان انت تحطي خشبه، او تعملي عقده مربعه، او تعملي نفس الطريقه بتاعتي دي. انا بصوا عايزه اعمل شكل كده بنفس الشكل ده، فهبدا اعكس الخيوط اللي انا هشتغلها علشان تديني الشكل اللي في الاخر اللي انتوا شفتوه. وبس بعد ما عملت نفس العقده على الجنبين، هبدا بقى اجمعهم ببعض بالشكل ده اهو. هحط الخيط ده وهعمل العقدة المزدوجة المائلة بالشكل ده كده عشان اشبكهم ببعض، واعمل واحدة كمان علشان تثبت معايا. بس كده. ودول الخيطين الثابتين عندي اللي انا شغالة بيهم، وابدأ اعمل المعين بنفس الفكرة ونفس الطريقة. تمام اهو هنا خلصت. هبدأ بقى اعلق خيوط كده هنا من الجنب ده علشان تديني شكل المعلقة. هنا انا بدأت علقت، هقول لكم نعلقها ازاي. بقص الخيط بالشكل ده وبقسمه 2، وباجي في الفراغات دي ببدأ اعمل عقدة البداية بس من الخلف بالشكل ده وبس. وابدأ بقى ازود خيوط كتير، وبعد كده هقصها هتبقى معايا بالشكل ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب كمان اكون فدتكم. ولو وصلت للدقيقة دي لسه ما عملتيش لايك وكومنت حلو وشير وسبسكرايب للقناة، وشكرا ليكم.